السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاك وفاء مصطفى. هعمل النهارده معاكم يا جماعه تحليه سهله وسريعه. من ربع كيلو دقيق هنعمل فطير الفطاطري بالسكر واللبن والزبيب. حاجه كده خيال بجد. مكوناته بسيطه جدا، يعني لما ولادك يطلبوا حاجه حلوه اسهل حاجه تقدري تعمليها. وكمان مش محتاجه بقى يعني حاجات كتير، خشي اعمليه على طول. ولو اول مره تعمليه هينجح معاكي. وبصي هاتي ربع كيلو دقيق، اقل من ربع معلقه ملح ومعلقه سكر صغيره وكوبايه ميه. شوفوا قد ايه مكوناتنا بسيطه النهارده. عجينه سهله جدا، والمقدار ده هيعمل لي 4 فطاير بالحجم الحلو اللي انتوا شفتوه. هنزل بالميه بتاعتي، كوبايه الميه كلها هنستخدمها، بس بننزل زي ما احنا اتعودنا ميه واحده واحده. اهو بصوا فاضل شويه صغيرين، هنزل بيهم برضو. ربع كيلو دقيق عادي، عايرتهم بالكوبايه، كانوا كوبايتين وربع من نفس الكوب ده. حطيت بقى كل الميه وفضلت اعجن بقى فيها شويه بايدي كده. طبعا ربع كيلو مش محتاجه عجن بقى كتير، جيبيها على الرخامه وافضلي بقى يعني اعجني فيها شويه كمان لغايه ما العجينه تنعم معاكي وتكون عرق. خلاص كده تمام معايا. هجيبها وبعدين هقطعها 4 يعني قطع قد بعض كده تقريبا زي ما انتوا شايفين. وكل قطعه هجيبها واقفلها بشكل كوره كده. يعني في 5 دقايق كنت عجنت العجينة وكورتها كده. وحتى في نفس الطبق اللي كان معايا رشيت فيه رشة دقيق خفيفة، وحطيت العجين ودهنته بوشه بالزيت عشان ما ينشفش، وغطيته بطبق وفوطة وسبته ربع ساعة يرتاح. بعد ربع ساعة جبت بقى أول قطعة، تحتها رشة دقيق خفيفة، وبعدين هبدأ أفرد بقى بيها في النشابة. يا جماعة أي نشابة معاكي هتفرد، والنهاردة مش هنرقق جامد ولا أي حاجة. يعني أي حد عنده نشابة زي كده يقدر يشتغل بيها، أو أي نشابة هتنفع معاكي. وافردي بقى يعني بالطول، وامسكي العجينة ولفيها الناحية التانية وبالعرض، لغاية ما تدي معاكي شكل طولي كده او شكل بيضاوي او حتى مربع، مستطيل. اهم حاجة هاتيها بشكل طولي شوية. بصوا السمك اهو، مش عايز سمك اكتر من كده ولا حاجة. انا مجرد دلوقتي بديها الشكل الطولي اللي انا قلتلكوا عليه، بيضاوي او حتى مستطيل مربع. دول معلقتين كبار مليانين على الاخر من الزبدة الطرية، انا مطرياها. يعني هي مش متلجة يعني، عشان نعرف نفردها كده. افرديها بقى على العجينة كلها، وانا اوريكم سمك العجينة مش رقيق ولا حاجة. وبعد ما فردناها على كل العجينة ما تسيبيش حتة مش مدهونة، عشان هو ده اللي هيخلي الفطيرة مورقة جدا. زي ما انتم شايفين التقطيعة دي، بنقطع العجينة كده قطعات. وبعدين هنبدأ نطبق. بصي قبل ما تطبقي اظبطي العجينة كده سهلة قدامك اهو، كل حاجة واضحة، عشان التطبيقات كلها تبقى يعني قد بعضها، وتوريق الفطير يبقى مظبوط كده معاكي اهو. وانا بطبق بظبط كله على بعضه. وزي ما انتم شايفين بندخلها بقى لجوه. كل طبقه مدهونه زبده، فده يخلي الفطيره مورقه جدا. عدوا بقى الطبقات اللي احنا عملناها دي هتلاقوها كتيره جدا. واخر حتى يعني طرفين بظبطهم برضو. في الاخر ادتني الشكل ده. وهعمل بقى واحدة تانية بنفس الطريقة. بصوا زي ما تيجي معاكم وانتوا بتفردوها. المهم في الاخر ادوها شكل كده يخلوكوا تعرفوا تقطعوها كده. ولفوا بقى العجينة كده طبقات كتير جدا. والمقدار كله هيخلص برضو في 5 دقايق. كل مرحلة هتاخد 5 دقايق. ودلوقتي هجيب اول واحدة بدأت يعني عملتها كانت ارتاحت يعني اكتر، وبفردها بايدي كده فردة بسيطة. وبعدين بحط شوية زبدة صغيرين، بقية الزبدة هي اللي معايا. وبتني بقى اطرافها وبلمها على بعض بشكل كورة تاني كده. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا وبسيط، مفيش فيه اي مشاكل خالص. ان شاء الله هيطلع معاكي ناجح 1000000% لو عملتيه بالطريقة دي. هما معلقتين زبدة وربع كيلو دقيق، وهتعملي احلى فطير بالسكر واللبن. خلصت بقى كل المقدار، وبرضو غطيتهم بنفس الطبق والفوطة وسبتهم يرتاحوا برضو ربع ساعة. مهم قوي نخلي الحاجة ترتاح عشان لما نيجي نفردها تفرد معانا حلو. بصوا يا جماعة بنحط كده حوالي معلقة زيت تحت وفوق، عشان انا هفرد دلوقتي بالنشابة تاني. يعني انا هفردها خلاص الفردة بتاعت التسوية بالنشابة، بظبطها بس بايدي وهديها بقى فردة بالنشابة. وده عشان مش عايزاها الزيت عشان ما تلزقش في النشابة ولا تلزق في ايدي. خلاص كده هجيب بقى صاج. طبعا هي محطوط عليها زيت من تحت، فما دهنتش الصاج بقى حاجة. وظبطتها بايدي اهو. بصوا السمك اهو، انا عايزاها رقيقه كده عشان هو ده اللي هيديها يعني هتخليها تورق توريق حلو جدا وتبقى خفيفه كده. فطيره بالسكر خفيفه.
ده مش فطير مشلتت يا جماعة، ده فطير خفيف كده هش بالسكر واللبن. وبعمل معاكم تاني واحدة اهو، ما تنسوش تحطوا زيت تحتها وفوقيها وانتوا بتفردوها، بس زيت خفيف مش كتير، وظبطيها بايدك كده، وبعدين حطيها على طول في الصاج، والسمك زي ما انتوا شايفينه عايزاها رقيقة كده. كل صاج خد 2، ودهنت الوش بتاعهم بصفار بضايه. لو حابه تدهني الوش بمعلقتين لبن مع معلقه سكر بودره هيديكي نتيجه حلوه ولون احمر جميل جدا. انا حبيت ما احطش زبده على الوش، فحبيت احط صفار بضايه، انتي براحتك. بصوا في الفرن اهو التسويه يا جماعه لازم تكون الحراره عاليه جدا، وزي ما انتوا شايفين كنت حطهم على الشبكه في الفرن الصاجين، والحراره عاليه، وما شغلتش الشوايه ولا حاجه، هم ارتفعوا واحمروا وطلعوا هشين وجمال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في 10 دقايق وبس. سكر بقى بودره ورش عليهم، هم لسه سخنين، انا عايزاهم كده يتاكلوا وهم سخنين. رش سكر بودرة بسخاء كده عشان هو ده اللي هيديها الطعم يعني. شوية جوز هند عندك حطي، شوية زبيب عايزة تحطيهم برضو حطي، مكسرات سوداني اللي عندك حطيه، حتى لو مفيش غير سكر بودرة بس هيبقى جميل جدا. شوية لبن، بصوا كل فطيرة عليها معلقتين 3 لبن كده بس. خلاص كده يا جماعة الفطير بتاعنا أصبح جاهز. عايزة أقول لكم ريحته خطيرة، طعمه بجد هتنبهروا بيه، احلى بكتير. بصوا التوريقه الاول قبل ما اكمل، بصوا التوريقه والهشاشه وقد ايه هو طري. اهم حاجه ما تخلوش ياخد لون من تحت، تسويه مهمه قوي، لو خد لون من تحت هينشف، ده لونه من تحت لسه فاتح خالص. وبصوا عدد الورقات اللي كنت بقول لكم عليها اهي زي ما انتم شايفينها، طري جدا وطعمه رهيب، بيدوب في البق حرفيا. قومي اعمليه حالا على ضمانتي، مش هيكلفك كتير، لا تعب ولا مجهود ولا حتى مكونات، وهتعملي لولادك تحلية حلوة جدا. خلصت بقى الفيديو بتاعي، كان هدف الإفادة، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة حطوا بقى لايك حلو للفيديو، شيروا بقى الفيديو في كل حتة، واعملوا أحلى فطير بالشكل دوت، واكتبوا لي بقى تعليقاتكم الجميلة. أشكركم جدا، شكرا ليكم. شاشة وقد ايه هو طري، اهم حاجة ما تخلوش ياخد لون من تحت، تسوية مهمة قوي، لو خد لون من تحت هينشف، ده لونه من تحت لسه فاتح خالص. وبصوا عدد الورقات اللي كنت بقول لكم عليها اهي زي ما انتم شايفينها، طري جدا وطعمه رهيب، بيدوب في البق حرفيا. قومي اعمليه حالا على ضمانتي، مش هيكلفك كتير، لا تعب ولا مجهود ولا حتى مكونات، وهتعملي لولادك تحلية حلوة جدا. خلصت بقى الفيديو بتاعي، كان هدف الإفادة، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة حطوا بقى لايك حلو للفيديو، شيروا بقى الفيديو في كل حتة، واعملوا أحلى فطير بالشكل دوت، واكتبوا لي بقى تعليقاتكم الجميلة. أشكركم جدا، شكرا ليكم.